الراجل ابو سيد ده يا اختي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. الراجل يا حبيبتي الشهر اللي فات لقاني نزلت جبت خزين البيت بتاع الشهر كله، قام قال لي والله يا بنبع عين العقل، الست العاقله هي اللي بتجيب خزينها من اول الشهر في حدود ميزانيتها، وبالشكل ده ما تشيلش هم حاجه ابدا طول الشهر. عشان تعرف يا ابو سيد انك متجوز واحده مدبره ومقتصده. عارف يا بنبع عارف، وعشان كده ابتداء من الشهر الجاي ان شاء الله هديكي الماهيه تتصرفي فيها زي ما انت عايزه، مش هاخد منك غير حق السجاير والمصاريف بتاعه المواصلات وبس. وفعلا يا اختي الشهر اللي جه وهل ما كدبش خبر، اداني الماهيه على داير المليل. وانا يا اختي رايحه على البقال فت على الاجزخانه اللي على نصة الشارع، ما انت عارفاني دلوقتي خلاص ما بقتش استعقد في الوصفات البلدي، وبقيت اعرف قيمه الادويه والدكاتره بعد ما سمعت يا اختي كلامهم وخفيت من الوجع اللي كان بيجيني. وما دام بقى يا اختي الادويه مهمه قوي كده قلت اعمل اجزخانه صغططه كده زي اللي عاملاها الست عنايات. واول يا اختي ما دخلت على الاجزه قال لي اهلا وسهلا خالت بامبا، اتفضلي. اهلا بيك يا اخويا. بقول ايه يسترك اديني شريط اسبرين. طيب حاضر اتفضلي. وده ايه ده يا اخويا اللي في العلبه اللي هناك دي فيتامينات مقويه يا خالت بامبا. مقويه؟ خلاص. بقول ايه هات لي منها 5. 5 مرة واحدة؟ مش يا اخويا بتقول مقويه؟ احسن حاجه تقوي يا خالت بامبا هي الاكل. ايه والفيتامينات دي بتساعد بس يا اخويا. هو انا عاد فيا حيل اكل ولا امضغ؟ هات. الله، وده ايه اللي في الصفيحه دي؟ ده دواء للصراصير. صراصير؟ لا يا اخويا بلاش منه، هو احنا هنقوي الصراصير كمان؟ بقول ايه امال الدواء اللي هناك ده اللي عرف؟ ايوه واللي جنبه كمان. ده عشان الكبد وده عشان القلب. كده؟ طيب يا اخويا هات لي من كل واحد 2 على الماشي كده. بس ده كتير يا خالت بامبا. خير ربنا كتير برضو يا اخويا. شوف لي كمان وحياة عينك كده دواء للعينين ودواء للركب وللودان. هتعملي بكل ده ايه يا خالت بامبا؟ يا اخويا هات بس وملكش دعوه، هو انا مش هدفع فلوس. حاضر اتفضلي. هقول ايه؟ وخدت يا حبيبتي الادويه